ما زلت في دفاتري قصيدة، وفي ظلال أعيني كشمعة جديدة، وفي ظلال أعيني كشمعة جديدة. ما زلت مثل وردة الربيع يا وحيدة. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مشاهدي الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم قضايا إريتريا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما معنى الحديث: يغفر الله عز وجل لكل مذنب إلا المجاهرون. والمجاهرة بالمعصية تعني أن الرجل أو المرأة يعصي الله عز وجل ولا يبالي بمن رأى، ويرفع عنه الحياء فيتباهى بهذه المعصية. المعصية جريمة كبرى لا تضر الشخص نفسه فقط، وإنما تضر الأمة كلها. قال الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. حول هذا المعنى وحول المجاهرة بالمعصية وانتشارها وفشوها نستضيف باسمكم الكريم فضيلة الشيخ الدكتور حسن سلمان، الداعية المعروف شيخنا وتاج راسنا. وقبل أن نبدأ في هذه الحلقة ومناقشة بنودها ومحاورها وربطها بواقعنا الإريتري، نحب أن نشاهد هذا التقرير ثم نعود إليكم. بومبي مدينة إيطالية تقع على البحر الأبيض المتوسط، وقصتها ليست مجرد قصة عابرة من قصص التاريخ، بل تحمل عبرة لمن يعتبر، حيث كانت منطقة حضارية مزدهرة ويبلغ عدد سكانها 200,000 نسمة، وكان معظم سكانها من الأغنياء. أما شوارعها فكانت مرصوفة بالحجارة وبها حمامات عامة ومسارح وأسواق، لكن أيضا كان بها بيوت للدعارة في كل مكان، حتى أن أهل القرية اشتهروا بممارسة الزنا والفواحش حتى مع الحيوانات. والصادم في الأمر أنه علانية في الشوارع والأماكن العامة، فلم يتأخر العذاب. انفجر عليهم بركان خامل دفن المدينة كاملة في كتل ضخمة من الرماد البركاني، وكانت المفاجأة أن الجثث ظلت كما هي عند اكتشافها بعد قرون، حيث ظهرت على شكل جثث إسمنتية، بعضهم نائم وآخر جالس وغيرهم يجلسون على الشاطئ وبكل الأوضاع. يقول تعالى في كتابه الكريم: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. هذا كان بالأمس، فهل يتعظ المجاهرون بالمعاصي اليوم؟
نعم مشاهدي الأكارم، هذا حقيقة يعني هذه موعظة وعبرة لنا من خلال قصة يعني قتلى وموتى بومبي. هذه القرية لم تكتشف إلا في عصرنا، يعني قبل حوالي 200 سنة، ليست ببعيدة عنا، وأخرجها الله عز وجل من أجل أن نتعظ ونعتبر. فالحادثة وقعت في السنة 74 من الميلاد، ثم دفنهم الله عز وجل برماد عمقه 3 أمتار، وبقيت المدينة مخفية طيلة هذه السنين حتى اكتشفت في هذا العصر. السؤال الآن، لماذا أظهرها الله عز وجل في هذه الفترة؟ لأن هذه الفترة كثرت فيها المعاصي وكثر فيها المجاهرون. هناك من ينادي بالمثلية، نكاح الرجل بالرجل وهذا لواط، ونكاح المرأة بالمرأة وهذا سحاق، وحصول الشذوذ الجنسي وانتشار الزنا وحماية ولد الزنا بمنظمات وبقوة. وهذه الأمور حقيقة تحل العذاب، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك لما سألت إحدى نساء النبي عليه الصلاة والسلام أنهلك وفينا الصالحون، قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إذا كثر الخبث. لا أريد أن يعني آخذ بالحديث عن شيخي الدكتور حسن سلمان، ولكن حبيت أن أربط بين هذا الحدث الذي هو وعيد شديد على هذه الأمة، من خلال إذا انتشر فيها الفساد وسكت المصلحون وأصبح الأمر عاديا، فانتظر إذن العذاب. أهلا وسهلا بكم شيخ حسن سلمان. مرحبا، أهلا وسهلا، مرحبا بكم المشاهدين. شاهدنا المقطع الفيلم والتقرير الذي حقيقة يرعب ويخيف، ومن تتبع هذا الموضوع اليوم رآه الحقيقة يعني كل قلب مؤمن يخشى على نفسه العقوبة حين يكثر المعصية. طيب شيخ حسن، نريد باختصار معرفة ماذا تعني المعصية؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإيمان والطاعة ويجنبنا الكفر والمعصية. لو أردنا أن نعرف المعصية بنقيضها، فإن هنالك في القرآن الكريم دائما النقائض، فالإيمان نقيضه الكفر، والطاعة نقيضها المعصية. فالله سبحانه وتعالى أمر عباده بالطاعات ونهاهم عن المعاصي. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله والرسول واستجيبوا لله والرسول ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبالنسبة للمعاصي أيضا الله سبحانه وتعالى اختص أهل الرشد من عباده بتحبيب الإيمان وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان. فموضوع المعاصي باختصار هو عبارة عن التمرد على أحكام الله والخروج عليها وعدم التزامها، وبالتالي الخروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى. هذه هي مسألة المعصية. القرآن الكريم يستخدم في التعبير عن هذه المسألة جملة من التعبيرات، ولكل تعبير على كل له دلالة بطبيعة الحال. فهنالك مصطلح المعصية والمخالفة والذنب والسيئة والجرم والمخالفة، كلها عبارة عن والكبائر، كلها عبارة عن دلالات على كل قرآنية تدخل معنا في مفهوم المعصية الذي هو نقيض طاعة الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى كما ذكرت حذر تحذيرا كبيرا في قوله جل جلاله: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. مع أن الله سبحانه وتعالى جعل قضية المعصية هي حال عموما مصاحبة للإنسان، مصاحب الإنسان من لحظة خلقه. فالله سبحانه وتعالى عندما أمر آدم عليه السلام أن يدخل إلى جنته ونهاه عن شيء معين، وكانت هذه أول تجربة إنسانية للتعامل مع قضية المعاصي والذنوب. فالله عز وجل أتاح لابن آدم كل شيء، أتاح له المآكل والمشارب وكل ما لذ وطاب في الجنة، ولكن قال لآدم عليه السلام: لا تقرب هذه الشجرة. ونموذج المعاصي هو هذا: لا تقرب، لا تفعل، لا اجتنب،
ابتعد. هذه المصطلحات عبارة عن هذه شجرة المعصية. فلما سبحان الله أراد الله بطبيعة الحال أن يبتلي آدم عليه السلام، وهي أول نقطة طبعا تبدأ من قضية المخالفة. الله عز وجل سجل هذا الحدث لأن آدم عليه السلام أغواه الشيطان، وهنا يدخل معنا الشيطان في قضية المعاصي. دائما الذنوب والمعاصي والسيئات ستلاحظ أن هنالك محرضات لها. واحد من المحرضات والداعين بطبيعة الحال إلى قضية المعاصي موضوع الشيطان. هذه الظاهرة العجيبة جدا في كتاب الله سبحانه وتعالى، وهذه الظاهرة تحتاج حقيقة إلى تناول، ظاهرة الشيطان. ستلاحظ بأن كل ما يحصل في البشرية الآن من خروج عن شجرة عن جنة الطاعة إلى شجرة المعصية، ستلاحظ بأن الأصل فيها هو دعوة الشيطان وإغواء الشيطان وتزيين الشيطان. الشيطان يزين المعصية ويغوي صاحبا ويعده وعود كاذبة، مثل قوله أن والله إذا أكلت من هذه الشجرة سيكون لك الخلد وملك لا يبلى. والإنسان بطبيعته يحب الخلود، فظن بأنه إن أكل من الشجرة ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة. هنا طبعا تأتي سبحان الله قضية خطيرة جدا، وهو سبحان الله في اللحظة التي يقوي فيها الشيطان ابن آدم ويعده الوعود، هو لا يدرك أنه فقد الثقة بربه. يعني هل يعقل أن الله سبحانه وتعالى الذي أعطاك كل هذا الخير وكل هذه النعمة وكذا، إن والله يريد أن يحرمك بالنهي هذا عن شيء تظنه خير؟ والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. نعم، الشيطان يعدكم الفقر، الشيطان يأمركم الشيطان يعدكم الفحشاء. نعم. أيوه، يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. نعم. والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. فهذه النقيضان، هذه ظاهرة أيضا ظاهرة الرحمن والشيطان من النقائض الكبيرة جدا في القرآن الكريم. على كل، لما عصى آدم عليه السلام كانت هذه شؤم المعصية أنه أخرج من الجنة وحصل على كل ما حصل، وكانت على كل بداية البشرية. لكن الله سبحانه وتعالى دون هذه الحادثة بقوله وعصى آدم ربه فغوى. إذن يا بني آدم انتبهوا إلى أن والله هذه التجربة المحدودة البسيطة، طبعا آدم بعد ذلك تاب الله عليه وآتاه من الكلمات وكذا، لكن الشاهد أن هذه التجربة المحدودة كانت مهمة جدا بالنسبة لنا، لأن الإنسان سبحان الله التجارب فيها اليقين، والتجارب فيها بطبيعة الحال الاستفادة والتراكم والمعرفة. فنحن نستفيد من لحظة آدم إلى مجيء نوح إلى هود إلى صالح. تلاحظ أن الله سبحانه وتعالى في كل مرحلة يدون لنا شكل من أشكال المعاصي. في مرحلة من المراحل يدون لنا معصية مثلا الاستكبار في الأرض، وفي لحظة من اللحظات يدون لنا معصية الفواحش، وفي أخرى يدون لنا معصية المكاييل والموازين وعدم إلى غير ذلك. هذه المعاصي سبحان الله والمكيال. نعم. وأيضا ثم الاستبداد السياسي مع فرعون والطغيان الكبير جدا إلى غير ذلك من المعاصي. فالإنسان الذي يقف سبحان الله في كتاب الله سبحانه وتعالى سيلاحظ بأن هذا الكتاب اشتمل على جملة المعاصي التي يمكن أن يقع فيها ابن آدم بطبيعته البشرية. إذن المعاصي شيخنا حسن خطيرة. نعم. وتضر بالبشرية. نعم. تضر بالبشرية. أهلكت عاد وثمود وقوم صالح. نعم. وأهلكت قوم لوط. صح. وأهلكت أيضا مدينة بومبي. نعم. كما شاهدنا يسمونها المدينة الملعونة. ويسمونها مدينة الزنا. هكذا. نعم. هذا وصف غربي. نعم. يعني ليس وصف عربي، إنما هو وصف غربي. نعم. يسمونها مدينة الملعونة. إذن يعني خطورة المعصية بدت واضحة. نعم. لكن الإنسان يغفل ويحصل له حين ذلك شيء من الغفلة. لو تحدثنا يا شيخ حسن عن بلادنا إريتريا نجدها أيضا منغمسة في مثل هذه المعاصي. فهناك البارات، وهناك فواحش الزنا، وهناك أيضا قانون يحمي ابن الزنا، وهناك. يقول الله تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. نعم. ما حكم من ينشر المعصية على كل ويحميها أيضا؟ نعم. ينشرها ويحميها. نعم. بنظام وقانون. ما حكم؟ هذه الآية طبعا إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، سبحان الله فيها دلالات عظيمة جدا تناولها العلم والتفسير في كلماتها ومفرداتها.
فتلاحظ أن الله سبحانه وتعالى كأنما يريد أن يقول لك والله بالنسبة للموقف من الفاحشة الناس أقسام، فهنالك من لا يحب الفاحشة ولا يفعلها ولا يحب انتشارها، وهؤلاء سبحان الله هم أهل الطاعة وأهل الخير، ونسأل الله يجعلنا منهم. وهنالك من يحب الفاحشة ويفعلها ولكنه لا يحب انتشارها، هذا أيضا صنف من الناس، وهذا أقل من الذي يليه، هو صحيح آثم بفعله وحبه لها، لكن أنه لم ينشرها هذا قد يكون أهل. يأتي الثالث هو المحب والفاعل والناشر، وهذا أسوأ الأنواع، هم الذين ذكرتهم في قضية المجاهرة. القرآن الكريم هؤلاء يسميهم الصادون عن سبيل الله، يسميهم المجاهرون، يسميهم المفسدون في الأرض، كل هذه الأسماء. وأنا من هنا حقيقة مهم جدا أيضا المسلم أن يتمسك بالمصطلحات القرآنية في التوصيف، لها دلالاتها النفسية، لها دلالاتها العقلية، لها دلالاتها الروحية. يعني الآن مثلا يريدون أن يذهبوا بنا بالمصطلحات في الخمر فيسمونها مثلا مشروبات روحية، يذهبون إلى الفواحش لواط وزنا وغيره يقول لك إيه المثلية، فتكون مصطلح إيه خفيف متقبل. نحن يجب أن نصف الأمور كما وصفها الله سبحانه. وصف الله إتيان الرجال للرجال بوصف سماه فاحش وفحش ولواط، ثم الزنا إتيان أيضا الفاحشة من بين الرجل والمرأة بغير عقد صحيح، ثم أيضا إتيان المرأة للمرأة تسميها الشريعة بالسحاق، وهكذا. فتسمية الأمور بأسمائها هذه من الدلالات المهمة جدا، لها تأثيرها العقلي وتأثيرها النفسي. جميل. على كل، فيما يتعلق بالأصناف هنالك أيضا الصنف الذي يعني ذكرت الثلاثة أصناف، وبالتالي محب وفاعل ومحب وليس فاعل وكاره لها بطبيعة الحال ولا يحب. أسوأ الأنواع هو هذا الصنف الثالث الذي يفعل. لكن الخطورة في الآية تشير إلى أن مجرد الحب خطير ومتوعد. لاحظ سبحان الله، ليس كل الناس، هذه الآية من الآيات التي نزلت ولها سبب ولكنها عامة بطبيعة الحال، يعني من الدلالات أيضا أنها لها سبب ولكنها كما يقال العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. هنالك طائفة من الناس ما أنكرت ما أشاعه عبد الله بن أبي عن عائشة رضي الله عنها، وهنالك من ذهب معه في الإشاعة، وهنالك من لم يذهب ولكنه كان محب لما يرى، وكأنما والعياذ بالله إشاعة الفاحشة في المؤمنين هذا نوع مما تتسلى به النفوس. ولكن سبحان الله القرآن الكريم في هذه الآية تحديدا أشار إلى أن مجرد الحب لانتشار الفاحش ومجرد الحب للفاحشة هذا مما يناقض الإيمان، ولا يمكن أن يجتمع في قلب عبد مؤمن حب الكفر والإسلام أو حب الفواحش والعفة، هذه لا يمكن أن تجتمع. وبالتالي سبحان الله الذين يعملون على انتشار هذه الفواحش وحمايتها والسعي فيها وملاحقة المصلحين الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، هؤلاء عذابهم أشد بكثير من الفاعل الذي يفعلها سرا وخفية. لماذا؟ لأنهم هؤلاء تجاوزوا إن الذين كفروا ويصدون، يعني ليسوا فقط يكفرون في أنفسهم ولكن يعملون أيضا على صد عباد الله عن طاعته وعن الدخول في وبالتالي هي من أعظم والعياذ بالله من أعظم الذنوب. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني حذر كثيرا من هذا النوع من الأفعال. فمثلا عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه رضي الله عنهم كلكم معافى، كل الناس معافى إلا المجاهرين. فكأنما والله من يجاهر وينتقل بالمعصية من دائرة الخفاء. دائرة الخفاء ميزتها إيش؟ دائرة الخفاء ميزتها أنه هو والله يدرك أنه يفعل أمرا مستنكرا. دائرة الخفاء كذلك فيها مسألة عدم الاستحلال، يعني مجرد أن هذا الشخص لا يفعل الأمر جهرا يدل على أنه هو يدرك بأن والله ما يفعله أمرا من ناحية الاعتقاد هو على الأقل في دائرة الاعتقاد موقفه سليم، وإن كان في دائرة السلوك موقفه ليس سليما. وبالتالي مسألة المجاهرة أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال 5 لأصحابه عليه الصلاة والسلام، قال 5 إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، منها وما ابتلي وما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها. لاحظ حتى يعلنوا بها، فالفواحش عندما يأتي الإعلان بها
فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر العقوبة المباشرة لها: إلا ابتلي الناس بالطاعون والأمراض التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. فعلى كل، موضوع المجاهرة بالمعاصي أو حماية المعاصي أو التقنين للمعاصي أو السعي لشرعنة هذه المعاصي بلا شك هذه كبيرة من الكبائر. وهنا طبعا نحن بالذات في مجتمعنا، يعني في السابق كانت المجتمعات فيها نوع من المحافظة، فيها نوع من الإنكار المجتمعي الذي على الأقل الناس يعرفون. هذه من القضايا ما تسمى معلوم من الدين بالضرورة، يعرفها الجاهل، يعرف أن الخمر حرام والزنا حرام وقتل النفس حرام وأكل أموال اليتامى حرام. هذه التي نسميها نحن بإيه؟ مما هو معلوم من دين الإسلام بالضرورة، لا تحتاج فيه إلى فقيه لتذهب لتقول هل هذا حرام ولا ما حرام. وبالتالي كان في السابق هذا الوضع على كل فيه نوع من الحماية المجتمعية، أن المجتمع ينفر من هذه النوع من. ثم والعياذ بالله جاءت بعد ذلك في العهود على كل، في عهود الاستعمار وكذلك في العهد الوطني بعد الاستعمار، في أنه والله صارت الفواحش كما تفضلت تحمى، بل أحيانا يهيأ لها البيئة. أحيانا قد لا تجبر أنت مثلا أن تأتي الفاحشة، وبل أحيانا قد يكون مثلا له موقف من الاغتصاب، هذا ما جيد. طيب لماذا لا يكون لك موقف من الفاحشة أصلا، الفاحشة نفسها؟ فعندما أنت والله تجمع الشباب والشابات في مكان واحد وفي محل تدريب، ثم بعد ذلك تريدهم أن لا يأتي بعضهم بعضا، كمن حال هؤلاء كما قال الشاعر: رميت به في الماء مقبولا وقلت له إياك إياك أن تبتل بالماء. هذه بطبيعة الحال لا يمكن أن. فعلى كل، في مجتمعنا هنالك الكثير من الظواهر التي تحتاج فعلا إلى الإنكار، وتحتاج إلى أن الناس ترفع أصواتها بالرفض تجاه هذه الظواهر حتى تحتفظ بعقيدتها ودينها وسلوك أبنائها وسلوكها أيضا. شيخنا الشيخ حسن، ربنا عز وجل يقول: الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، كذب ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها كرها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. هذه الآيات دلت على أنواع من العذاب. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. سؤالي هنا الآن، نجد الله عز وجل قد يهلك أقواما بالصيحة، وأقوام بالطاغية، وأقوام بريح، وأقوام بالزلازل، وأقوام بالفيضانات، وأقوام بالحروب، وهكذا. غير أن كثير من العلمانيين ومن قل إيمانهم لا ينسبون هذا إلى الله عز وجل. تعليقكم حول هذا يا شيخ حسن؟ هو طبعا مشكلة، أعوذ بالله، يعني مشكلة العلمنة التي سعت بإخراج الإنسان من دائرة الإيمان إلى دائرة المادة المحضة، ومن دائرة التفسير للحدث إلى دائرة الوقوف عند الظاهرة المادية المحضة. هذه واحدة من الإشكالات الكبيرة، هي مناقضة بطبيعة الحال لأصل الإيمان. أن أصل الإيمان يؤمنون بالغيب، ومن الغيب الذي يؤمنون به الله جل جلاله. فنحن كل ما يجري في هذا الكون أو نؤمن بأن هذا الكون له رب وله إله وله خالق وله مالك وله متصرف، وبالتالي ما يجري في هذا الكون يجري بأمر الله سبحانه وتعالى وبتقديره وبحكمته وبعلمه. هذه مسألة مهمة جدا. الأمر الثاني بالنسبة للذين يريدون أن يفسروا هذه الظواهر، ثبت الآن عمليا من خلال دراسة كثير من الظواهر بأن نسبة هذه الأمور إلى الطبيعة المحضة غير ممكنة. أن تنسب الأمور إلى الطبيعة المحضة غير ممكن. حتى الآن في علوم الفيزياء وغيرها من العلوم صارت والله نسبة الوقوف عند الحالة المادية المحضة دون السؤال عن ماذا خلف هذا الحدث ومن المحرك لكل هذه الأحداث، فإن ذلك بطبيعة الحال من يعني انعدام الإيمان بطبيعة الحال، إنما نقول يعني الضعف هو. وبالتالي هم هربوا حقيقة، هربوا من مشكلة الدين في أوروبا التي كانت موجودة، وكان عند الصراع العلمي والكنيسة، أدى بهم إلى أنه والله كل شيء لا يقبل التفسير الإيماني. نحن هنا طبعا لما نتكلم عن التفسير الإيماني لا نتكلم عن تفسير عقلاني شهواني برقباتنا نحن، لا،
التفسير الإيماني الذي نفسر به هو تفسير مضمن في إطار منظومة الحق التي ذكرها القرآن الكريم. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فالتفسير بالحق هو ليس تفسيري ولا تفسيرك. يعني الآن أنت لتتكلم عن ظاهرة، هذه الظاهرة الله سبحانه وتعالى ضمنها لك في كتابه، أشار إلى أسبابها، أشار إلى عواملها، ثم قال لك والله وكلا أخذنا بذنبه، وكلا أخذنا بذنبه. فكأنما قعد لك قاعدة بأنه والله ما وجد من ذنب إلا وجدت مقابله إيه؟ عقوبة. فنحن لما نفسر الأحداث هذه نفسرها بهذا التفسير، ليس إنه والله رجال الدين فقط والله عاملين عمائمهم ويفسروا الأحداث كما، لا، نحن نستند إلى كتاب الله سبحانه وتعالى وإلى ما ثبت كذلك من التجربة البشرية. يعني في اللحظة التي نحن نقول أهلك الله فرعون وأهلك قوم لوط وأهلك قوم صالح وأهلك هود وأهلك كذا، هذه من حيث الأحداث مثبتة لا أحد ينفيها. الإشكال الموجود إن نحن نقول والله سبب هذه الأحداث هو كذا. لماذا؟ لأن الله أخبرنا بذلك، والآخرين يقولون لا والله هي ظواهر طبيعية وما في شيء أصلا اسمه ذنوب تؤثر في الإنسان. يكذبون. التكذيب، ظاهرة التكذيب. الله المستعان. مشاهدينا الأكارم، الله عز وجل يقول وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. نعم. نعود إليكم مشاهدينا الأكارم. جنوب إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. وهذا البرنامج يتناول تاريخية اللغة العربية في مر العصور والدهور، ومن حيث نهضتها وانتشارها. كان العديد من جهابذة العربية من أصول غير عربية تنوعت بين الفارسية والرومية وصولا إلى بربر المغرب العربي. ستظل رابطة تؤلف بيننا، فهي الرجاء لناطق بالضاد. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي؟ دائما ما نحرص على الاستماع إلى القصص والحكايات. فرسان شجعان، حيوانات ساحرة، وروايات من أماكن مختلفة، مجموعة من القصص والحكايا الخيالية نحكيها لكم بأسلوب شيق وسهل، ونأخذ منها الدروس والعبر في برنامجكم يحكى أن، مع صديقكم عبد السلام ناصر وموفق ناصر، على شبكة سلام الإعلامية. إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. مشاهدينا الأكارم، عدنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخ حسن، ما هي منظمة سيداو، وهل هي موجودة في إريتريا؟ نعم، بالنسبة لمسألة منظمة سيداو، هي منظمة على كل عالمية، وتسعى هذه المنظمة يعني تسعى إلى تعريف جديد
لمفهوم الأسرة ولمنظومة الحقوق المتعلقة كذلك بالأسرة والعلاقات الزوجية والطفولة وإلى غير ذلك. للأسف الشديد هذا النوع من المنظمات صار الآن في الآونة الأخيرة مدعوم من الأمم المتحدة، وتسعى كذلك الأمم المتحدة جاهدة على أن والله هذه الوثائق التي تخرجها هذه المنظمات أن تعمل على عولمتها وعلى فرضها على الشعوب الأخرى، منتهكة الكثير من الخصوصيات الدينية والهوياتية والثقافية والاجتماعية، بل للأسف الشديد أحيانا ما عادت كثير من الشعوب تملك حق المساءلة، إنه والله يا أخي هذه الوثائق التي تضعونها وأنتم يعني تتبجحون في كثير من المواقف بالتعدد مثلا أو التعددية، ولا تعملون على إنه والله هذه التعدديات تلغى. يعني تلاحظ الآن في كثير من المناطق يحركون الأقليات بحجة إيه؟ حجة التنوع، بينما عندما تطالب الأكثريات بأنه والله لها هوية ولها دين ولها ثقافة يقولون لها لا أنت والله خارج عن المنظومة إيه؟ عن المنظومة الدولية. فمثلا الآن منظمة سيداو للأسف الشديد ظلت تعمل خلال السنوات الماضية وخرجت بوثيقة كاملة، هذه الوثيقة فيها الكثير من البنود التي تناقض شريعة الله سبحانه وتعالى مناقضة تامة، وأولها تعريفها للأسرة. فيمكن في ميثاق سيداو الرجل والرجل يعتبر أسرة، والمرأة تعتبر أسرة، والمتحولين أيضا يمكن أن يكونون أسرة. ثم ظهر تعريف جديد لمن أنت أصلا، يعني أنت من حقك الآن الله سبحانه وتعالى خلق الذكر والأنثى وجعلها من الآيات وأنه خلق الذكر والأنثى. فهم الآن يريدوا أن يخرجوا من هذه المنظومة القرآنية، المنظومة التي تتناسب مع فطرة الإنسان، إلى أن يجعلوا هنالك لا حالة جديدة هي حالة تعريف جديد للأسرة ومفهوم جديد لموضوع الأسرة. بطبيعة الحال الطريقة التي تعمل بها ليست قضية فتح مكاتب في البلدان، قد لا تكون بهذا الشكل، يعني هي لا تفتح مكاتب في البلدان إلا يمكن أن يكون لها مكاتب إقليمية، لكن تحرص إنه والله الميثاق الذي توصلت إليه تتبناه الأمم المتحدة وتلزم الدول بعد ذلك على التوقيع عليه. أي دولة من الدول تحاول أن تتحفظ في موضوع المواثيق هذه مباشرة تجرى عليها العقوبات، تجرى عليها قضية العقوبات، وكأنما أنت منتهك لحقوق الإنسان، أنت منتهك لقانون الأسرة، وهكذا. حتى هذه اللحظة على كل هنالك بفضل الله سبحانه وتعالى مقاومة لا زالت موجودة من بعض الدول، وهنالك أيضا ربما بعض الدول مثل الدولة التركية بحكم رئاستها كذلك لمنظمة التعاون الإسلامي تسعى إلى وضع ميثاق ومنظومة جديدة حقوقية تتعلق بالدول الإسلامية ومفهومها للأسرة ومفهومها للمرأة والرجل ومفهومها لقضايا المواريث وغير ذلك. وبالتالي على كل نحن نشجع هذا النوع من المواجهة، لأنه بطبيعة الحال الشعوب إذا فرضت عليها من خلال قوانين لا تستطيع أن تجابه هذا النوع إلا بأشياء ربما تكون مكلفة، اللي هي إسقاط الأنظمة ومواجهتها إلى غير ذلك. لكن لو أن الشعوب حرصت على احترام عقائد الأمم وراعت كذلك طبيعة الإسلام وشريعته والتزمت، يعني هذه كما يقال آخر الحصون، يعني حصون الأسرة في كل 100 سنة الماضية كان قانون الأحوال الشخصية هو القانون الأساس الذي لا تحاول الحكومات المساس به، لأنه يمس البنية الاجتماعية بشكل مباشر. فالآن لما تأتي والله لتقول للبنت مثلا إنه والله أنت يا أخي أبوك متسلط عليك، زوجك تقول للمرأة أنت زوجك متسلط عليك، فتصنع حالة من الصراع وحالة من الاحتراب الداخلي وحالة من التوتر. وهذه للأسف الشديد بنية المنظومة الغربية كده، هي بنية صراعية. الفلسفة الغربية كلها تقوم على الصراع في نظامها السياسي، في نظامها الاجتماعي، في نظامها الاقتصادي. لا تستقيم الحضارة الغربية إلا إذا وجدت أوجدت الصراع. هي كده من البداية أصلا يعني في تشكيلتها. فتريد الآن أن تعولم هذه الحالة. على كل إريتريا قد تكون واحدة من الدول موقعة على موضوع مثلا ميثاق سيداو، وقد تكون وقعت عليه، وغيرها من الدول أيضا وقع، وهذا بطبيعة الحال سيشكل على كل مشكلة كبيرة جدا في الحقوق والواجبات في داخل البلاد. الله المستعان، لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب شيخنا، يعني هذه البنود اللي تحدثنا عنها وخطورة المعصية، من الذي ينجو منها؟ من هم الذين ينجون من العقوبة إذا كثر الخبث؟ واليوم الخبث كثير الحقيقة، لكن الحمد لله حفظ الله عز وجل أمة محمد بأن الله لا يهلكهم بسنة بعامة. ولكن الذين ينجون
من هم وما هي صفاتهم؟ هو على كل موضوع النجاة سبحان الله، يعني التاريخ البشري كله، كل الحضارات حتى التي أهلكت، الله سبحانه وتعالى يذكر لنا فيها نموذج الناجين. من نوح عليه السلام يذكر فيه نموذج الناجين الذين ركبوا في السفينة. نعم. نموذج هود عليه السلام أيضا أنجينا الذين ينهون عن السوء. صالح عليه السلام أيضا ينجيهم بطريقة معينة، يكون في عذاب لكن الطائفة التي تبعت الرسول والتزمت بأوامره تنجو. حتى لوط عليه السلام الذي يعني قومه ابتلوا بفاحشة اللواط أيضا حتى هذا الله سبحانه وتعالى أنجى معه مجموعة من المؤمنين، ولكن أهلك زوجته التي كانت متواطئة وربما راضية وداعية إلى هذه الفاحشة. فالنموذج نموذج النجاة والهلاك متلازمان. طيب نموذج النجاة ستلاحظ بأنه فيه اعتصام بأمرين: اعتصام بالله واعتصام برسالته، والرسالة والرسول بطبيعة الحال. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالله سبحانه وتعالى أراد منا في النجاة أن يكون هنالك اعتصام بالله. الاعتصام بالله بطبيعة الحال يلزم منه الإيمان، يلزم منه الخشية، يلزم منه الخوف، يلزم منه الرغبة فيما عند الله، ما عند الله سبحانه وتعالى، إلى غير ذلك مما يدخل تحت الاعتصام بالله سبحانه وتعالى. الاعتصام برسالة الله سبحانه وتعالى والتزام أوامره وشرعه واتباع رسله يدخل فيها قضية الأوامر والدخول تحت الأوامر والنواهي التي دعت إليها شريعة الله سبحانه وتعالى، وبالتالي هنا يكون النجاة. أيضا من أسباب النجاة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فمثلا الله سبحانه وتعالى أهلك بني إسرائيل ثم علل لنا لماذا أهلكهم. يعني مثلا كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فعدم الأمر بالمعروف وعدم النهي عن المنكر وعدم الدعوة إلى الله والتغافل عما يفعله العصاة، وقضية إنه والله يا أخي دعه، هذه حرية شخصية أنت مالك وبه، هذه كلها طبعا لا تتناسب مع طبيعة الإيمان ولا طبيعة الرسالة القائمة على مفهوم الحق والدعوة إليه. تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وكذلك القائم على فكرة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولا تأخذن على يد الظالم ولا تؤطرنه على الحق أطرا تحملنه على الحق حملة. هذه كلها من الأشياء التي إن شاء الله يكون فيها النجاة. أيضا هنا في قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يصور لنا موضوع السفينة، إن مثل الآمر بالمعروف والنهي عنه ومثل الواقع فيه كمثل قوم ركبوا على سفينة فأصاب قوم أعلاها وقوم أسفلها، فقال الذين في أسفلها لو أننا خرقنا في نصيبنا خرقا. يعني قالوا والله يا أخي ما المانع، نحن والله الماء إلينا أقرب فنخرق هذه السفينة ونخلي الماء تأتي إلينا. فالنبي صلى الله عليه وسلم هذا النموذج على كل الذي قال فيه: فإن تركوهم وما أرادوا قال هلكوا وهلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. فهذه المسألة سبحان الله مهمة جدا في المجتمعات. أنت في المجتمعات لا تحاول أن تقول والله هذه المعصية لا تمسني، هذا الذنب لا علاقة، بالعكس كل ذنب يقع في المجتمع له علاقة وله أثر وله ويضرك بطبيعة الحال. فمثلا إذا كان التأثير مانع الزكاة، مثلا مانع الزكاة في المجتمعات اللي هم أصحاب رؤوس الأموال، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر: وما منع قوم زكاة أموالهم إلا ومنعوا القطر من السماء. لاحظ هؤلاء الذين منعوا ليسوا كثرة، لكن لأن الناس لم يحضوهم ولم يحملوهم على إخراج الزكاة ولم يشجعوهم في هذا الاتجاه فإنهم يحرمون بسبب ذلك. ولولا البهائم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولولا البهائم لم يمطروا. نعم. بارك الله فيكم شيخ حسن. طيب، نصيحة توجهونها لشعبنا الإليت. الآن فهمنا أن أصحاب الإيمان ينجون وأصحاب التقوى ينجون. نعم. والآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر ينجون. والساكتون هم في خطر عظيم. ساكتون في خطر عظيم، واحتمال يعني يكونون مع الهلكة. نعم. والذين يحبون مجرد محبة للفاحشة هم أيضا هالكون. والذين يرضون بالفاحشة ويمهدون لها كزوجة امرأة لوط والعياذ بالله، فكذلك يعني يصيبها ما أصابهم. إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب.
وأن مثل هذه المعاصي ليست هي ببعيدة على الظالمين وأنها خطيرة. كل هذا شيخنا تحدثنا عنه، نريد لملمة لهذا الموضوع وربطه بقضيتنا كشعب إريتري ومسلم يهمنا السلامة. نحن كذلك أصابنا ما أصابنا بسبب ذنوبنا ومعاصينا، من أنه يعني حصل لنا أننا يعني كما قال الله تعالى عن قوم سبأ وقالوا وباعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. هذه الآية لها جزء منا فينا حقيقة كإريتريين. اليمن أو أهل اليمن إذا كانوا قد مزقوا وتجدهم في كل أنحاء العالم وتشتتوا، كذلك الإريتريين أيضا حصل لهم ذلك، ولعل أوجه التشابه الوقوع في مخالفة الله تبارك وتعالى. هذا أمر. الأمر الثاني، إريتريا فقيرة منذ أن عرفنا أنفسنا، يعني واستمرار الفقر أيضا لسنوات طويلة نوع من العذاب ولا كيف؟ نعم. وعلى الشعب الإريتري أن يراجع نفسه، أن لا يقول أن هذا أمر طبيعي وأمر يعني ليس فيه أي تغير في البشرية، لا، استمرار الفقر في هذه الفترة. كذلك عدم حصول الأمن يا شيخنا، يعني الآن الشعب الإريتري ولا يخفاكم يعاني من حصول، ربما تحصل حرب، وهو قبل سنة أو سنتين قد خرج من حرب، وقبل 10 سنوات خرج من حرب. فالشباب يموتون باستمرار في مثل هذه الحروب، ناهيك عن الخسائر المادية. إذن ألا يجعلنا نحن يا شيخنا، يعني أليس فينا رجل رشيد، أليس فينا عقلاء نفكر في هذا؟ فلذلك نصيحتكم حول هذا الموضوع بعمق شيخ حسن، نصيحة توجهونها للمسؤولين الذين يعملون في الدولة والذين يعملون في أجهزة الدولة من الموجهين والمسؤولين في وزارة الأوقاف أو في دار الإفتاء، وكذلك المسؤولين من الأئمة والوعاظ والدعاة، وكذلك أولياء الأمور من الآباء. يعني مثلا يا شيخ حسن، ولي الأمر هو الذي يسمح لابنته الشابة أن تخرج ليلا من أجل أن تحضر أو دؤمة أو تحضر مناسبة عيدية، فتسهر إلى الفجر ولا يدري ماذا فعلت، وتأتي البيت والعياذ بالله وهي في حالة يرثى لها. من الذي سمح لها؟ ولي أمرها، والدها وأبوها. حدثنا حول هذا. على كل هي يعني سبحان الله ما ذكرته مسألة مهمة جدا في قضية أن الإنسان في هذه الحياة مطالب بقضية الإيمان والعمل الصالح، وسيأتي إلى الله فردا. يأتي فرد يوم القيامة، ما حيجي مع حزبه ولا مع قبيلته ولا مع حشده ولا مع أسرته، وكلكم آتيه وكله آتيه يوم القيامة فردا. فأنا في رأيي لو استحضر كل مسؤول وكل شيخ وكل جندي وكل ضابط وكل رجل أمن وكل تاجر استحضر أن والله هذا العمر بعد فترة محدودة هو سينتقل إلى الآخرة وسيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، وأن الله سيسأله فيما استرعاه. قد استرعاك أسرة، استرعاك فصيلة، استرعاك مدرسة، على كل ما تحت سلطانك، فإن الله سبحانه وتعالى سائلك فيه وماذا عملت فيه. جميل. وبالتالي من الخطأ جدا أنا في رأيي أن نتصور بأن عملية الإصلاح تقع فقط على رجال ما يسمونهم الدين. رجال الدين دورهم البلاغ، يحاسبون في هذا، يحاسبون في أنه والله هل بلغوا رسالة الله كما ينبغي؟ نعم. هل بيّنوا للناس ما أمر الله به؟ نعم. هل فعلا والله يبينوا للناس شريعة الله؟ هذه مسؤولية العلماء. نعم. لكن تنزيل هذه الأفكار وتنزيل هذا البلاغ مهمة أهل القوة وأهل البأس. هذول تجدهم في القوات المسلحة، تجدهم في أجهزة الشرطة، في الأمن، في من يملكون الأدوات الأدوات الصوت. فإذا كان والله رجل الدين أو العالم
يبين الكلمة الحق ويقول هذا حلال وهذا حرام وهذا منكر، والرجل الذي يزعم بأنه مسلم في الطرف الآخر يهدم ما ينادي به هذا الداعية، فإنه يحصل فعلا ما قاله الشاعر: متى يبلغ البنيان يوما تمامه إذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه. ثم أيضا هذا التسليط، تسليط المفسدين وتسليط الطغاة وتسليط الكفرة على أهل الإسلام لم يكن ظلما من الله سبحانه، حاشاه، لا يمكن أن يسلط الله سبحانه وتعالى من تحقق فيه مسمى الإيمان، لا يسلط الله عليهم مطلقا الكافرين، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. في كل آيات النصر وآيات التمكين مفهوم المخالفة يجعل الله سبحانه وتعالى على غير أهل الإيمان أو من خرج عن مسمى الإيمان، يسلط الله عليه الكفار، سلط الله عليه الكفار. فهذه المسألة تسليط الكفار نعم على المسلمين هو بسبب ذنوبهم بلا شك. إذن الممكن هو الله يا شيخ حسن. نعم. الذي يسلط عليك على المسلم العاصي مثلا كافرا هو الله، والذي يدافع عن المؤمن ولا يجعل للكافر عليه أيضا سبيل هو من؟ هو الله. نعم. هو المدار كله إذن في الله عز وجل. نعم. ولذلك سبحان الله في قضية منهجيات النصر ستلاحظ بأن النصر من الله، وأن النصر للمؤمنين، وأن النصر بالمؤمنين. هذه قواعد أساسية في مفهوم النصر، أن الله سبحانه وتعالى منه النصر وناصر لعباده المؤمنين، وفي نفس الوقت النصر نفسه يتحقق بهم، والذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. فعلى كل نحن ما نقوله للناس: عليكم أن تقفوا مع أنفسكم، حاسبوا أنفسكم، قفوا مع معاصيكم، مع ذنوبكم، مع البغضاء، مع الشحناء التي في نفوسكم. يعني مثلا لو أخذنا معصية بسيطة وهي معصية العصبيات الجاهلية، الله عز وجل يقول لك: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، أي الكفار يتوالون يتشبسون بعضهم البعض يحمون بعضهم. يقول لك: إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. كأنما يقول لك والله المسلم مع المسلم إذا ما تعاضدوا ما تماسكوا وما حاولوا أن يأمروا بالمعروف ويتناهوا عن المنكر ويقفوا خلف دينهم وخلف رسالتهم، يحدث الفساد فساد بطبيعة الحال. لماذا؟ لأن قانون المدافعة هكذا طبيعته، متى يستشري الباطل؟ عندما لا يجد مقاومة. متى يستأسد كما يقال الضعيف؟ عندما يشعر بأن والله هذه القابة ليس فيها أسود، هنا تجده خلاص يعني يتحول إلى بطل. يعني مشاهدينا الكرام، كنا في حديث ماتع مع فضيلة الشيخ الدكتور حسن سلمان في موضوع قضايا المجاهرة بالمعاصي وضررها على المجتمع، على الفرد والمجتمع، وتحدثنا حول ذلك بنقاط كثيرة. نسأل الله تبارك وتعالى في هذه اللحظات لعلها تكون ساعة استجابة. حقيقة شعبنا الإريتري المسلم وغير المسلم يمر بظروف صعبة، وهناك حقيقة أخبار تنم عن خطر يهدد شعبنا الإريتري، وهذا كما قلنا هو بسبب ذنوبنا ومعاصينا. نحن نعود بهذا الأمر لأنه هو الأصل يا جماعة، هو الأصل أن الذنوب والمعاصي هي التي تتسبب عليك بالحروب وبالمصائب. فلذلك نتوجه إلى الله. اللهم يا ذا الجلال والإكرام ربنا ورب كل شيء خالق الحب والنوى، نسألك يا ذا الجلال والإكرام بأنك أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن ترفع البلاء عن شعبنا المسلم الإريتري، أن ترفع البلاء عن إريتريا خاصة وعن جميع المسلمين عامة. اللهم يا ذا الجلال والإكرام ارفع البلاء عن إريتريا خاصة وعن جميع بلاد المسلمين عامة. اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين ارفع البلاء عن جميع إخواننا الإريتريين المتواجدين في الداخل. اللهم إنهم يعانون من أمر وكرب عظيم، نسألك أن ترفع عنهم وأن تبدلهم أمنا وسلاما ورزقا وخيرا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا حي يا قيوم اهد قلوبنا إليك. اللهم يا ذا الجلال والإكرام أصلحنا واهد قلوبنا إليك. اللهم قنا المعاصي والذنوب، اللهم قنا المعاصي والذنوب، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته. اللهم يا حي يا قيوم أنزل علينا الخيرات في بلادنا، اللهم أنزل علينا الخيرات في بلادنا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم أصلح أئمتنا من الشيوخ والعلماء والقادة، اللهم أصلحهم وردهم إليك ردا جميلا. اللهم من أرادنا وأراد
شعبنا الإريتري والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا متين. اللهم يا حي يا قيوم اهدنا واهد بنا. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. من أجل